السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ معكم ايمان طه من قناة اطبخها بسهولة. النهاردة هعمل معاكم البسبوسة بطريقة سهلة جدا وفي خطوة واحدة، وهتنجح معاكي وتبقى شرب الشربات وكمان طرية ومرملة زي ما انتوا شايفين كده. ما تنسوش اهم حاجة تصلوا على رسول الله عليه افضل الصلاة واتم السلام. وهقول لكم على اهم الاسرار اللي تنجح معاكي البسبوسة وتخليها شرب الشربات وطرية ومرملة زي ما انتوا شايفين ما شاء الله. اول حاجة هنبدأ بالشربات. معانا كوباية ونص من السكر، هنضيف عليهم كوبايتين من المية، هنقلب السكر مع المية كويس جدا لحد ما السكر يدوب، وهنرفعها على النار بعد الغليان لمدة دقيقة واحدة بس. عليهم معلقة كبيرة من عسل الجلوكوز، عليهم رشة صغيرة من الملح، ولو عندك نص عصرة ليمونة نضيف عليها نص عصرة ليمونة كمان، بس انا بضيفها يعني بعد ما تغلي بضيف نص عصرة الليمونة، وبضيف في النهاية خالص كيس الفانيليا ومعلقة كبيرة من السمنة البلدي. هنرفعها على النار. هنا معانا البسبوسة كوباية من السمن، كوباية من اللبن، عليهم كوباية الا ربع من السمنة، ولو تكون سمنة بلدي هتكون ما شاء الله هتكون جميلة جدا، بس لو ما عندكي سمنة بلدي عادي بالسمنة النباتي. عليهم كوباية الا ربع من السكر. هنقلب السمن واللبن والسكر مع بعض. عليهم 3 معالق كبار او 4 من عسل الجلوكوز، ولو ما عندكيش العسل الجلوكوز البديل بتاعه عسل النحل، بنضيف 3 معالق كبار من عسل النحل. ولو ما عندكيش الشربات بتاع الكنافة بنعمل 3 معالق كبار ونحطهم برضو بديل لايه، بديل للعسل الجلوكوز او عسل النحل. هنا بنرفعها على النار بس يدوب السمنة تسيح تدفى كده، السمنة تسيح وتندمج مع اللبن، نطفي عنها على طول ونسيبها لحد ما تبرد خالص كأننا ما حطيناهاش على النار. هنا اهي بعد ما بردت فضلت اقلب فيها لحد ما تبرد، بحط 3 معالق كبار او 4 على حسب جوز الهند، لو يفضل يكون ناعم بس انا ما كانش عندي ناعم فحطيت خشن. معنا نص كيلو من دقيق السمولينا او دقيق البسبوسة هنضيفه عليها. ما نقلبش كتير في البسبوسة مع الخليط بتاعها، هو يدوب بس نشربها ببعضها. هنا بمسح الصينية بالسمنة، دي صينية مقاس 30، واحط فيها البسبوسة. طريقة التسوية بقى بنسخن الفرن قبليها لا يقل عن 10 دقايق ربع ساعة، بنحطها في الرف التاني على درجة حرارة 200. اهم حاجة يكون الفرن سخن جدا، تحمر من الجناب نطفي عنها ونولع الشواية. ما بتاخدش هي بمجرد ما ولعنا الشواية بتاخدش دقيقة او دقيقتين وشها بيحمر بسرعة. الشربات بيكون سخنة والبسبوسة بتكون طالعة من النار، بنشربها الشربات مرة واحدة، مش بنضيف شوية بشوية، لأ بنفضي الشربات مرة واحدة. وزي ما قلت لكم الشربات كوباية ونص من السكر، عليهم كوبايتين من المية، بنرفعهم على النار لمدة دقيقة واحدة. بعد الغليان بنضيف العسل بنضيف العسل
الشربات على البسبوسة وهي سخنة وطالعة من الفرن. بتشرب الشربات بسرعة جدا. بعد ما تشرب الشربات ما بتاخدش دقيقة او دقيقتين بتكون شرب الشربات كده، تعرفي ان البسبوسة نجحت معاكي ما شاء الله. زي ما انتوا شايفين انا بعد كده رشيت عليها ايه، جوز الهند. ولو ما عندكيش جوز الهند ممكن تحطي فستق او بندق او فول سوداني اللي انت حباه، بس ده هنحطه. هي البسبوسه نيه ما دخلناش الفرن. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ولو انتوا اول مره تشوفوني ما تنسوش تدعموني بلايك وشير وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم مني كل جديد.